السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي؟ أهلًا بكم في قناتي. أنا النهارده بقى عاملاها غيّرت في القناة شوية، كتبت سهل ولذيذ مع وفاء، بدل ما بيكون الاسم تقيل عليكم أو كده وما بتعرفوش تتابعوه كويس. النهارده بقى بنعمل الجلاش رمضان، حاجة كده من الآخر، جلاش رمضان اللي لا يُعلى عليه، طعم تاني وشكل تاني. إحنا بنعمل معاكم الجلاش برضه على طول، النهارده بقى بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة لأي حد مبتدئ وعايز يعمله. النهارده بقى بنعمل صينية جلاش بالكريمة أو بالقشطة، مش هاقول قشطة كدابة أو كريمة كدابة، هي كريمة عادية، هي كريمة الجلاش اللي بنشتريه من برّه، بنشتريه غالي جدًا، وفي المناسبات اللي زي دي رمضان بيبقى غالي جدًا في المحلات الحلواني، فإحنا النهارده هنعمله بطريقة سهلة ومش مكلفة خالص. هي لفة جلاش بس نُص كيلو، هتشتريها تعمليه جميل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على جماله. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد معاكم في يلا تسموا معانا وتصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول معاكم المكونات. معانا القشطة دي طبعًا عملناها قبل كده وأنتم عارفينها، نشا ولبن ومعلقتين سكر كده للتحلية بس، ومعايا هنا نُص كوباية زبدة وصينية مدهونة برضه بالزبدة بالشكل ده. هابدأ بقى معايا لفة جلاش حوالي نُص كيلو، بابدأ كده أقسمها زي ما أنتم عارفين، باحط نُص كده أو عايزة تعمليها كلّها وتقفليها وتسيبيها مفتوحة من الجناب وتقفليها في الآخر على الكريمة برضه بتبقى حلوة برضه. هنعملها معاكم وتشوفوها سهلة وبسيطة وما فيهاش أي تعقيد خالص. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده الصينية بتاعتنا مدهونة، وهنبدأ أول ورقة بنحطها بالشكل ده، بنسيب برّه جزء زي ما أنتم شايفين بنعمل في كل الاتجاهات نفس النظام. أسيب كده جزء من الورقة وأدهن بالزبدة زي ما أنتم شايفين كده، أدي دهنت الرق كله. هابدأ برضه الورقة التانية من الجهة التانية، أنا ممكن أسيب الورقة لبرّه وممكن أنا كده هاسيبها لبرّه عشان أوريكم برضه لو سيبناها لبرّه إزاي. وممكن أقفل بيها الصينية خالص، أقفل صينيتي قبل الكريمة، أنا هاحاول أسيبها مفتوحة عشان الكريمة تبقى مقفولة عليها، ما تحرقش من الجناب وكده. أنتم لو عملت الجلاش في الحالة دي ما تحطوهوش من الجناب عشان ما يحرقش معاكِ، في الحالة اللي إحنا بنعمل بيها دي دلوقتي مش هتبقى عادي، حطيه بطريقتِك. هنبدأ نحط الورقة في الجنب التاني اللي هو المكشوف ده، هنحط الورقة جزء منها في الصينية والجزء اللي هيفضل هنحطه مفرود على الجزء المكشوف. شايفين شكله؟ نبدأ كده أهو، غطيت أنا الجزء التاني وسِبت جزء من هنا والجزء بتاع الورقة التانية هيغطي الجزء اللي أنا سِبته فاضي ده، وهكذا لحد ما بتخلّصي بقية الورقات بتاعتِك وتبدئي تحطي الحشو بتاعِك. بدأت كده دهنت زبدة، أبدأ برضه الورقة بالجنب التاني بنفس الطريقة، المهم إن أنا أقفّل كويس الصينية من الجناب والحشو بتاعي يتغطى كلّه. بدأت كده أدهن زبدة تاني بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أهو حبايبي بالشكل ده كده، أنا مش مسرّعة الفيديو عشان تشوفوا برضه، شايفين حبايبي شكله؟ بصراحة حاجات رمضان اللي إحنا بنعملها ديّة حاجات لها طعم تاني زي الكنافة والجلاش والحاجات اللي زي دي بصراحة بتبقى جميلة. بدأت كده حطيت الكريمة، دي حلويات رمضان أصلًا اللي معروف بها رمضان ما شاء الله يعني. شايفة حطيت الكريمة، نزلت بيها، هابدأ أغطّي صينيتي، أرشّش بس شوية زبدة كده على الوش يدّوها طعم برضه وشكل حلو، والورقة برضه ما تبقاش تبقى مورقة فوقيهم، كده. أنا كنت نسيت هارُش هنا في الجزء الباقي، كنت نسيت إن أنا أعمل بس أنا بابقى عايزة أعمل كده بس بانسى. رشرشنا كده، أنا باوريكم بس باعملوه إزاي. شايفين حبايبي؟ أبدأ أقفل بالشكل ده كده. جلاش سهل وأي حد يقدر يعمله في بيته، حاجات سهلة وبسيطة وكلكم بتعرفوا تعملوه ما شاء الله. بس هو الواحد بس للتذكير كده وعشان شهر رمضان وفرحته بس واللي ما يعرفش يعمله مثلًا يحب يشوفه. أنا عملته معاكم كتير قبل كده في حاجات تانية وحشوات تانية وعملته بالتمر كان جميل جدًا، ولسه هاعمله لكم بالتمر في رمضان برضه، أنا باحبه بالتمر في رمضان بيبقى حلو
ومشاهي وحاجات كده جميلة من السُنّة برضه. أكل التمر حلو ومفيد للجسم جدًا وفيه فوايد عديدة، إحنا كلنا عارفين. هابدأ بقى أقفل معاكم الرقات بتاعتي. لو عايزة في الحالة دي بتزوّدي ورق، بتزوّدي ورق عادي. عايزة تقفلي عليه بالورق من برّه، بتقفليه برضه من برّه عادي. أنتِ كده حشوتِك مش هتحروق من الجناب خالص. الطريقة دي حلوة للحاجة اللي فيها مهلبيات، زي الجلاش مثلًا بالمهلبية أو بالكريمة، لإن مش هيحروق من الجناب. الكنافة بقى ما باوصّلش الحشوة بتاعتي للآخر، عشان برضه ما تدّينيش الطبقة السودا اللي بتبقى في الجنب دي. بدأت كده، إحنا بنقول بس التكات الصغيّرة دي، اللي في ناس ممكن تسهى عنها أو تنساها. بحيث إحنا طبعًا الجلاش كل الناس عارفين بتعمله طبعًا، ما فيش جدال عليه، بس في تريكات صغيّرة كده لازم نقولها معاكم، للتذكير مش أكتر والله، وبالهنا والشفا لكل اللي يعمله يعني. بدأت كده حشيت بالزبدة كده كلّه، دهنت بالزبدة. أنا بقى فاضل عندي وكام ورقة كده أزوّدهم لو أنا عايزة، أزوّدهم فوق الورق عادي. أنا كده أهم حاجة عندي قفّلت الحشوة على الإيه، على المهلبية اللي عندي. أنا كده ممكن أكمّل برضه الورق قبل ما أقفل عادي لو أنا عايزة، بس حبّيت أورّيكم برضه الحاجة التركة دي. هابدأ أقفل برضه بورقتين عندي كده، أقفّل خالص صينيتي. في كلتا الحالات هي هتبقى جميلة ما شاء الله يعني، ومورّقة وزي الفل. عايزة تعمليها كده، عايزة تحطّيها من جوّه الحشوة وتحطّي بقية الورق من اللي كنتِ سايباه برّه كده تقفّلي بيه وخلاص ماشي، بس ده عشان تدّيها تسوية يعني شكل متساوي كده. شايفين شكلها وجمالها، حاجة كده بصراحة هتعجبكم. نبدأ ندهن بقى الورقتين اللي إحنا عملناهم دول بالزبدة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. عملت معاكم أنا الجلاش برضه بالتمر، عملت معاكم الجلاش بالحشوات اللي هي السوداني، عملته الوربات. حاجات سهلة وبسيطة، أنا ما باعملش الحاجة بتعقيد والله، باعملها بسيطة لكل اللي عايز يشوفها وتبقى بسيطة بالنسبة له. اللي عايز يعمل الحاجة وتكون سهلة وسريعة معايا، ما بياخدش معايا 10 دقايق باكون حشيت الصينية كلها. أبدأ بالسكينة كده أعمل إيه، أقسّمها كده أو أشقّقها كده بالشكل ده، بحيث برضه إيه تبقى معايا حلوة ومش ما تقبّش وتبوّظ الرصة بتاعتي، وتبقى خارطة بخرطتها كده بالشكل ده. بدأت كده قسّمتها. طبعًا لو عندنا حشو تاني غير الكريمة برضه هيبقى جميل، ممكن تقفلي عليها خالص، ممكن تعملي لو عملت معاكم الرولات كانت جميلة برضه. بصراحة حشوات الجلاش بتبقى يعني أي حاجة بالجلاش بتبقى خطيرة. شايفين دي خرجت حطيتها على فرن 180 درجة لمدة تلت ساعة أو ربع ساعة، ما بتاخدش كتير هي وقت، مش زي البشاميل والحاجات التانية دي بتاخد وقت قليل جدًا وتلاقيها ادّت الوش من فوق ما شاء الله، بس باخلّيها على 190 عندي في الفرن. هي لو عندِك فرنِك أنتِ كويس ممكن من 180 درجة هتبقى جميلة وتاخد إيه 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. كده بدأت قسّمتها معاكم، مش هاستنى أمّا تبرد طبعًا، أنا باستنى دايمًا أمّا تبرد عشان تبقى قطع. هاعملها برضه معاكم سخنة وتشوفوها. بدأت كده بالشكل ده، سقيتها العسل. السيراب عندي طبعًا بيكون تقيل، لازم سيراب الجلاش بالذات بيكون تقيل، سمكه تقيل. حوالي كوباية ونُص سكر، ممكن أقلل المَيّة عن كوباية ونُص، كوباية وربع، وممكن أخلّيها كوباية ونُص زي السكر لو السكر أحمر. لو السكر أبيض باخلّي كوبايتين سكر أو كوباية ونُص على كوباية وربع مَيّة. بدأت كده بالشكل ده، خرّطت الخلطة بالشكل ده. ما تنسوش حبايبي بقى الاشتراك في القناة وفعّلوا زر الجرس.